Hello there mates. فلوج جديد وفلوج النهاردة رحت في المتحف المصري الكبير. كنا رايحين العرض التفاعلي بتاع توت عنخ آمون، فقررت انه انا عايزة ادوكيومنت اليوم كله. المهم هنا كنا لسه في طريقنا للقاهرة، للجيزة بمعنى اصح عشان هو جنب الهرم. فقعدت بقى اصور كل حاجة في الطريق تقريبا. هنا كان النيل، وانا كل يوم وانا رايحه الكليه بصور النيل، بس قررت ان انا اصوره من حته تانية في الدوله، فواي نوت. بعدين هنا بقى بدا يظهر الهرم من بعيد. انا رحت اهرامات الجيزه قبل كده، بس عايزه اروحها تاني عادي، هي تحفه الصراحه. اوكي، هنا بقى كنا داخلين عند المتحف ومحطوط البوسترز بتاع انه الاكزيبشن بتاع توت عنخ آمون، فكنت متحمسه جدا. وقعدت اصور بقى الاهرامات برضو من جميع الاتجاهات، كله من بعيد، ما قربناش في ولا واحد. كنا داخلين باركينج فبرضو كان قعدت اصوره عادي جدا. هنا كان في جولف كار كده يعني دخلتنا لحد الباب بتاع المتحف نفسه، فكان اول مره اركب جولف كار بصراحه، فحسيت اني مبسوطه قوي. وبعدين بقى طول ما انت ماشي انت سامع بقى موسيقى اللي هي فرعوني كده شويه. دي مسلة، انا بجد ما اعرفش معلومات عن المسلة دي بس عجبتني. طول الوقت في موسيقى فرعونية كده شوية شغالة، تحفة تحفة، مخليك حاسس ان انا خلاص بقى فاهم. تحفة بجد. ده رمسيس عادي، فبرضو صورت رمسيس بتاع 4 مرات طول ما احنا هناك، لانه حسيت انه الهايلايت كده انك تدخل تلاقي تمثال رمسيس قدامك. تحفة بجد. مش فاكرة دول مين، ملوك عصر بطلمي تقريبا، بجد مش فاكرة. حاولت بقى اصور اغلب الحاجات لاننا وصلنا بدري قبل الاكزيبشن ما يبدأ بتاع ساعة وربع، فاخدنا لفة كده صورت فيها حاجات كتير قوي اللفة دي. وبعدين اما خلصنا بقى الاكزيبشن كان في مرشد سياحي جاي وعمل لنا تور كده في الحاجات الهايلايتس اللي موجودة في المجموعة الصغننة اللي عندهم، لان لسه المتحف مش كل حاجات اتنقلت فيه. يعني مثلا اللي عرفناه هناك انه جزء كبير قوي من حاجات توت عنخ آمون اتنقلت هناك، بس فاضل الهايلايتس بتاعت المجموعة بتاعته هتتنقل من المتحف المصري اللي في التحرير للمتحف ده بقى، فيبقى في حتة كده لتوت عنخ آمون كلها. هيتم افتتاح المتحف بقى بعدها. ده اللي اتقال هناك. انا ما اعرفش بصراحة ايه الكلام ده، بس انا بجد عايزه اروح تاني لانه بجد كان تحفه. الاكزيبشن بقى او العرض التفاعلي ده ايه حواره؟ هو بيحكي لك قصة توت عنخ آمون، فانك بتدخل اوضه كده 4 حيطان حرفيا. العرض على كل ال4 حيطان بتلاقي بقى توت عنخ آمون طالع لك من الحيطه دي وطالع لك من الحيطه دي مش عارفه ايه، والآلهة على الحيطه دي والحيطه دي، ومش عارفه توت عنخ آمون بيعمل ايه وبيتكلم بيقول ايه. بجد كان تحفة جدا جدا جدا. في الفيديو كمان شوية كده هي محطت لكم بتاع 3 دقايق من الاكزيبشن كده عشان الحماس. الاسعار التيكتس انا بجد معرفش لو هو ينفع مثلا ان انت تروح زيارة عادية بتيكتس هناك نظامها ايه بقى، لو انت هتروح زيارة او جولة او الحاجات دي، انا بجد معرفش المعلومة دي. بس التيكتس بتاعت العرض التفاعلي 300 جنيه للبالغين اللي هو حد كبير، و150 للناس اللي فوق 60 سنة، 150 للشباب وللطلاب. دول اللي انا فاكرهم 4 بس تقريبا. بس فدي اسعار التيكتس. عندك اوبشن ان انت تحجز اونلاين، عندك اوبشن ان انت تحجز لما تروح المتحف هناك. انا حجزت اونلاين، بس لو حد عنده انزايتي ما يحجزش اونلاين، لان انا بجد قعدت اتشيك ان انا عملت كل حاجة صح 70 مرة تقريبا حتى واحنا في الطريق، وقعدت ابانك انه طب لو غلط انا هعمل ايه. بجد لو حد عنده انزايتي روح احجز من هناك، او يعني روح بدري عن العرض اللي انت عايز تدخله واحجز بدري عنه شوية، يعني عشان بجد الموضوع كان موتر قوي، كنت حاسة ان انا هعيط من الخوف. ممكن بقى لو حد عايز يروح يدخل على الموقع الويب سايت بتاع المتحف نفسه يعرف بقى مواعيد العروض. مش عارفة في عرض كل نص ساعة تقريبا، هو العرض مدته نص ساعة. احنا دخلنا بتاع 2:15، كان في واحد قبله بتاع تقريبا كان في عرض 2:15. انا كنت حاجز على 2:15 عشان انا كنت مديه وقت للطريق بزيادة، يعني انا كنت عاملة حسابي ان انا هنروح ونوصل بدري
ويبقى قدامنا شوية وقت هناك، فاحنا وصلنا ساعة وربع بدري. اللي من القاهرة بقى، من الجيزة، من الحتت دي نفسها عادي يعني خلاص بقى. ففي اوقات بالليل هما تقريبا اخر عرض بيبقى الساعة 9 حاجة كده، او بيخلص 9 يعني. حد يشوف الويب سايت بقى عشان انا كده. العرض ده بقى هيخلص يوم 16/12، فلو حد عنده فرصة يروح بجد يروح يعني. تمام، ده انا عادي، وبجد كنت متوترة جدا لاني بتكسف اتصور قدام ناس. هسيبكم بقى مع الحتة دي من العرض عشان حلو قوي البداية. أنه المعبود الأول، أصل الكون والمعبودات، واهب الحياة للكائنات، كما وهبها للنبات، وجعل الحياة تفيض في وادي النيل، أضاء سماؤها بالنجوم، صانع الحياة وما بعدها. طبعا انا صورت العرض كله نص ساعة بس، كفاية كده عشان مش هحط نص ساعة كلها، اكيد لازم يبقى فيه سسبنس. هنا بقى كان التور ما بعد العرض، وهنا كان المرشد بيقول لنا انه رمسيس خلى حط مراته كده وراه كأن هي سنداه ومش عارفة ايه والحاجات دي. هنا الحتة دي ان هم عاملين الشباك ده عشان يدخل الشمس برضو على وش رمسيس يوم 22/10. لو حد يعرف يروح يوم 22/10 يروح عشان يشوف تعامد الشمس على وجه رمسيس. هنا اخناتون، وانا بحبه جدا بصراحة، الملك ده بالنسبة لي مفضل يعني. المرشد ده بجد كان عظيم، اسمه نبيل فؤاد، بجد تحفة، قدوتي بجد، فظيع بجد. عارف اللي هو ما يبقى حد عارف هو يعمل ايه قوي. انا عايزة اوصل لهذه المرحلة في الخبرة عامة، بس انا لسه متخرجتش فما عنديش اي خبرة. هنا هو كان بيشرح لنا مفتاح الحياة، معناه اللي هو العنخ، معناه هنا كان حياة، فهو بيشرح لنا متاخد من ايه. ماشي. التمثال ده اللي على اليمين دي سخمت، كان بيشرح لنا انه التمثال اللي على الشمال ده بتاع على ما اتذكر هما اللي واخدين منه مستوحين منه يعني تمثال الاوسكار. وهنا كان بيتكلم عن التوابيت، هما عاملين المتحف على اساس انه بيكلمك عن انه الملك حكم وبعدين مش عارفة امن بالاله كذا، وبعدين عمل مش عارفة ايه وايه وايه، وبعدين صاحب الالهة وبقى بيعمل تماثيل له مع الالهة عشان بيفكر في ما بعد الموت، الحياة ما بعد الموت يعني. بعدين التوابيت، وبعدين بقى بتطلع خالص فوق هتشوف الاهرامات كده زي ما في الفيديو باين انه هو بيفضل يطلع 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 لحد بمراحل حياة، كأنها مراحل حياة الملك بقى لحد ما يموت وينتقل بقى الى ما الحياة الاخرى عند ايزيس واوزوريس والناس دي وكده. فهو بجد التصميم ذكي قوي، لانه انت فعلا طالع طالع طالع، بعدين هتلاقي انه الملك مع الاله كذا وكذا وكذا، وبعدين هتطلع تلاقي التابوت اللي هو بيبقى في المقبرة اللي هو فيه التابوت عشان مش عارفة ايه، وبعدين هتطلع تلاقي الاهرامات بقى اللي هي اخر مكان بيبقى فيه الملك ومش عارفة ايه وكده، وان هي دي اللي بتمثل بيته في حياة ما بعد الموت. فبجد التصميم عبقري يعني، اللي هو ايه الجمدان ده. فهنا بقى كنت المرشد خلص التور وقال لنا بس على الهايلايتس يعني اللي في المكان، وكنت نازله بقى فعماله اصور المتحف كله وانا نازله، لان انا معرفش اصوره كله وانا طالعه. من الحاجات برضو اللي معموله حلو قوي في المتحف بس انا للاسف نسيت اصورها، الجيفت شوب او المحل او المتجر الرسمي بتاع المتحف. انا دخلت المكان ده بتاع 3 مرات، حرفيا 3 مرات.
اني افتكر اصور في مرة فيهم ولا لا. ماشي، هو بجد حلو قوي. وهو الحاجات هناك اوفر برايس طبعا. في حاجات مثلا شفت تمثال كده صغنن ذهبي كده، مش عارفه هو دهب بجد ولا ايه، ب50,000، مش عارفه ايه ب20,000 كده. بس في تيشيرتات مثلا ب400 جنيه، 650 جنيه. في ماجنتس كده اللي هي بتتحط على التلاجة دي، اللي هو لو حد عايز يشتري اللي هو حاجة كتذكار، اللي هو ميموري كده او جفت صغننة، اللي هو حاجة انت هتجيبها وكده كده مش هتستعملها. ففي حاجات حلوة يعني، في حاجات ب50 جنيه، 80 جنيه، 180 جنيه، حاجات كده بسيطة قوي ممكن تتجاب. لاني اكتشفت ان انا بحب لما اروح مكان كأول مرة بشتري حاجة من هناك، هستعملها مش هستعملها بقى whatever. مثلا في الهرم اشتريت كده 3 اهرامات صغننين وتمثال لباستت، اللي هي القطة دي اللي هي بتمثل الحب والمش عارفة ايه والسلام باين، حاجات كده. اشتريتها بجد. بحب الجفتس دي قوي بقى، اللي هو هروح تاني هشتري برضو تاني، مش هروح تاني هيبقى انا عندي جفت اولى. ما جبتش حاجه اما كنا في المعز السنه اللي فاتت لاني نسيت. بس بقى هنا كنا ماشيين، كنت عماله اصور في المتحف من بره لانه بجد من بره برضو شكله حلو قوي. فالشاهد في الامر يعني انه لو حد هيعرف يروح على مدار ال4 ايام الجايين يا ريت يستغل الفرصه دي ويروح. لو مش هيعرف يروح مش مشكلة، عادي روح لما يفتتحوا، او انت حد ما بيحبش الحاجات الاثرية فعادي برضو ما تروحش، ما حدش مهتم. صورت بقى المتحف تاني واحنا طالعين، والبتاع اللي عليها توت عنخ امون دي، والمتحف وجنبه المسلة. وصورت تاني الاهرامات لان هي كانت باينة، برضو هنوثق كل حاجة، هنحلل تمن الرحلة كلها. ماشي. قعدت بقى واحنا خلاص ماشيين، قعدت اصور الاهرامات من بعيد، وقعدت اصور السما عشان كان شكلها حلو. صورتها كتير قوي يعني، تقريبا طول ال3 ساعات بقى واحنا مروحين بصور السما واي حاجة قبلها بصورها. وبس كده، يا رب يكون الفلوج عجبكم. ويا ريت نفتكر ان انا مش فوتوغرافر ومش سينماتوغرافر ومش فيديوغرافر ومش اي حاجة اخرها انا حد بيصور حاجات عشوائية. وبس ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا رأيكم وكل الحاجات دي بقى. يا رب يكون الفلوج عجبكم، فلوج كده عشوائي بسيط لطيف. وبس باي.